تخيل مكان فيه كل أسرار العالم، بس ما حدش مسموح له يدخله. النهاردة الباب اتفتح، وهنشوف اللي كان مستخبي بقاله سنين. وسط آلاف الورق ده لقينا ملفات غريبة جدا، مش بتتكلم عن سياسة ولا فلوس، لا، دي بتتكلم عن تجارب علمية. جزيرة منعزلة وسط المحيط، من بعيد تبان جنة للأغنياء، بس المبنى الغريب ده بيخبي وراه أسرار علمية مرعبة، أسرار إبستين اللي محدش كان يتخيلها. الناس فاكرة إن الموضوع حفلات وشبكات مشبوهة بس، لكن الأجهزة بتاعتي بتقول إن المكان ده بيستهلك طاقة تكفي لتشغيل مدينة كاملة. في حاجة تانية بتطبخ جوه، ده مش بس طاقة، دي معامل مجهزة بأحدث تقنيات الهندسة الوراثية وتجميد الخلايا، كأنهم بيحاولوا يوقفوا الزمن أو يخلقوا بشر بمواصفات خاصة. إبستين كان مهووس بفكرة اليوجينكس أو تحسين النسل، كان شايف نفسه عبقري وعايز يستخدم ثروته عشان يزرع حمضه النووي في جنس بشري جديد هو اللي يصممه. الموضوع ما كانش مجرد خيال، ده كان بيبني فعلا. في مزرعته زورو في نيو مكسيكو، المخططات بتقول إنه كان بيجهز المكان عشان يكون معمل تفريخ بشري لأولاده. صرف ملايين الدولارات تبرعات لهارفارد وMIT، مش عشان العلم والخير، لا، ده كان بيشتري العقول اللي هتحول خيالاته المريضة لواقع علمي. ده كان بيعمل عزايم فخمة بيجمع فيها ألمع عقول العالم، فيزيائيين، علماء جينات، باحثين نوبل، كلهم قاعدين بيسمعوا النظريات وكأنه نبي، والسر كله كان في شيكات التبرع. ده الجنان وصل لدرجة إنه تعاقد مع شركات تجميد عشان يجمدوا راسه وأعضائه بعد الموت. كان بيحلم إن العلم في المستقبل يقدر يصحيه تاني وينشر نسله من جديد. إبستين كان مهتم جدا بحركة ما بعد الإنسانية، كان شايف إن البشر لازم يتطوروا ويدمجوا نفسهم مع الذكاء الاصطناعي، وطبعا كان شايف نفسه هو النموذج الأصلي للتطور ده. شبكة علاقاته كانت مرعبة، تبرعات بالملايين لجامعات ومراكز أبحاث في كل حتة في العالم. كان بيشتري الصمت والولاء تحت غطاء دعم العلم. المؤتمرات دي ما كانتش مجرد دردشة، كل ركن في الجزيرة كان متلغم كاميرات وميكروفونات. العلماء والمشاهير اللي حضروا حياتهم وأسرارهم كلها اتسجلت واتحفظت هنا. بمجرد ما ياخدوا الفلوس وتتسجل لهم الفيديوهات دي، بيتحولوا من علماء كبار ورموز للمجتمع لعرائس ماريونيت في إيده. مفيش حد فيهم يقدر يفتح بقه أو يقول لا. ده الهدف ما كانش علاج أمراض ولا مساعدة البشرية، الهدف كان تعديل الشفرة الوراثية نفسها. كان عايز يزرع جينات التفوق ويخلق سلالة جديدة ما بتعرفش المرض ولا الضعف. دي الخطة كانت إنه يلقح 20 امرأة في وقت واحد في مزرعته عشان ينتج جيل كامل بيحمل جيناته. كان مؤمن إن ذكاؤه خارق وإن البشرية محتاجة نسخ منه عشان تنجو. مش بيفكرك بحد التفكير ده. اللي شفناه جوه ده كان مجرد المعمل، لكن مين اللي دفع ثمن الجنون ده؟ ومين العلماء الكبار اللي شاركوا فيه؟ دي كارثة تانية هنفتح ملفاتها في الجزء الثاني.